الجهاز ده فعلا مبهر جدا، ودي اول مره اقولها على اي جهاز. وزي ما احنا في التشانل دي مهتمين بالهاند هيلد، وفي اجهزه كتير قوي تعتبر اقوى بكتير من الجهاز ده، ولكن الهاند هيلد ده مبهر جدا من اول الحجم للشاشه لللاي اوت بتاعته لحد الاداء والسعر بتاعه كمان. وللاشخاص اللي بيحبوا الريترو جيمز وكمان الميد رينج جيمز وكمان الايميوليشن والمحاكيات، مش هقدر ارشح لك افضل من الجهاز ده. اهلا بيكم. الجهاز ده ارسلته ليا شركه ميتشتي، والجهاز معايا بقاله اسبوع تقريبا، والفتره دي كنت بستخدم الجهاز يوميا. ففي المراجعه دي هتعرف كل شيء عن الجهاز، وهتعرف ليه الجهاز ده مختلف عن اي جهاز تاني عملنا له ريفيو قبل كده. لو اتكلمنا كده على الانطباع الاولي للجهاز، الجهاز وصلني باللون ده اللي هو اصلا لون ريترو ولون مميز جدا، حتى ممكن يفكرك بالبلاي ستيشن 1 الاديشن ريترو نفسه. وبيجي منه الوان تانية اللي هي بيكون الابيض والاسود، بس اللون ده فعلا مميز جدا وكاتشي. الجهاز اول ما تشوفه هتشوف قد ايه هو صغير جدا وحجمه كومباكت جدا، وكمان الارجونومكس بتاعته راوند هنا كده ومريح جدا كمان في الايد، وتقدر انت تستخدمه لفتره طويله. الجهاز كمان اللي اوت بتاعته منظمه جدا بالنسبه للازرار، وكمان التريجرز بتاعته بشكل كويس، والازرار بتقدر توصل لها بشكل كويس جدا. يمكن انا ايديا كبيره شويه ولكن قادر اوصل لكل الازرار بشكل كويس جدا. الجهاز ده مبدئيا بيجي بشاشه 4.9 انش من نوع الاي بي اس، ريزولوشن 1280 في 720، والريزولوشن طبعا على حجم شاشه زي كده مناسب جدا جدا. وكمان الجهاز بيجي ببروسيسور معروف جدا بادائه المميز اللي هو ال A133 بلس، اللي بيجي بكورتكس A53 كواد كور بتردد 1.8 جيجا هرتز، والجي بي يو بتاعه 660 ام اتش زي، وبالشحن تايب سي 5 فولت 1.5 امبير. وفي كمان هنا ار جي بي لايتس بتتغير من نوع ال اي دي، والبطاريه بحجم ممتاز جدا 5000 ملي امبير، واللي ممكن تفضل معاك لحد 6 ساعات واكتر كمان. فالجهاز امكانياته بالنسبه للفورم فاكتور بتاعته وبالنسبه للحجم بتاعه ممتاز جدا. خلينا دلوقتي نتكلم على اهم حاجه موجوده في الجهاز ده، وهي الازرار بتاعته. مبدئيا كده بيجي باللاي اوت بتاع النينتندو سويتش نفس بالظبط الموجود في النينتندو سويتش هاندل، وبيجي بدي باد كمان ممتازه جدا وعليها كمان اللوجو بتاع الشركه، وكمان الثامب ستيكس هنا مناسبه جدا مع الحجم بتاعه. الرينج بتاعها مش وايد قوي، ولكن هو في الاخير ريترو هاند هيلد، فعشان كده مش هتحتاج الرينج الواسع ده. بس ال اي دي لايتس اللي حواليها مميزه جدا وشيك، وكمان في الستارت والسلكت في مكان كويس جدا. وهنا اسم الجهاز ترمي اي سمارت برو، وهنا اول سماعه، وهنا الشعار بتاع الشركه، وهنا هتلاقي كمان سماعه تانية وزرار المنيو ده. اما هنا هتلاقي الار 1 والار 2 جايب الستايل بتاع البلاي ستيشن 2، وكمان الفوليومز اب اند داون وبارزين، والكليك بتاعهم ممتاز جدا. الهوست هنا اللي تقدر توصل من خلاله كنترولر تاني. اما في الخلف هنا مش هتلاقي اي حاجه، السكروز بس. من الاسفل هنا هنلاقي الهيدفون جاك والمايكرو اس دي كارد ومايك موجود هنا، وهنا الدي سي اللي تقدر تشحن عن طريقه اليو اس بي تايب سي اللي بتيجي طبعا في البوكس، وهنا هول تقريبا هي بتاع انتينا للواي فاي او البلوتوث. وهنا اهم زرار موجود اللي هو الاف ان اللي بتقدر تسويتش من خلاله ما بين المودز البرفورمانس والباور سيفنج. وهنا موجود هنا تقدر تركب اكسسوري عشان كمان تمسكه كويس. الجهاز عشان تعرفوا حجمه هقارنه لكم دلوقتي ببعض الاجهزه المعروفه. ده حجم الجهاز بالنسبه للنينتندو سويتش، وزي ما انتم شايفين كده نفس اللاي اوت، وحجم الستيكس يمكن قريب شويه من الحجم هنا، والدي بادز احسن بكتير من الدي بادز الموجوده في النينتندو سويتش. اما بقى ده حجمه بالنسبه للبي اس فيتا، وتقريبا هو ايدنتيكال جدا مع البي اس فيتا، بس هو اكبر شويه، وكمان مفيش فيه الراوند ايدجز الموجوده هنا، فالمسكه هنا انا بشوفها اريح من الموجوده في السوني بلاي ستيشن فيتا. وده حجم الجهاز بالنسبه للامبرنيك 353 في اس، ويمكن ده قريب جدا من الديزاين بتاعه، حتى نفس لون الازرار، ولكن الازرار هنا اصغر شويه من الموجوده في الامبرنيك. وكمان ده طبعا بيجي بالطول، ولكن ده بيجي بالعرض اللي انا طبعا بفضله، بالاخص كمان لما انت تيجي تشوف الازرار الخلفيه اللي هي L1 و L2 و R1 و R2 متوزعه كده بشكل ممكن يلخبطك وانت في الجيم نفسها. كمان هنا مفيش فيه اي ار جي بي لايتس، والديزاين هنا سامبل جدا. اما بقى هنا حجمه هيبان صغير جدا بالنسبه للستيم ديك، ويمكن الحاجه المشتركه ما بينهم الاثنين هو ان الاثنين اوبن سورس بيزد اون لينكس. وده طبعا انا دايما بفضل ان اللينكس سيستم يكون هو الاو اس بتاع اي هاند هيلد، لان السيستم بتاعه بيكون سريع وكمان بيبوت معاك بسرعه اكبر. وده بيجيبنا للسوفت وير الخاص بالجهاز ده. الجهاز ده بيجي زي ما قلنا بلينكس بيزد سيستم، وكمان بيشتغل بالريتروبات. الريتروبات طبعا هو ايميوليشن ستيشن، بس لو جينا نشوف اللاي اوت هنا هتلاقيها متقسمه بشكل كويس جدا وسهل جدا. اول حاجه هنا هتلاقيها البيست سيكشن. البيست سيكشن ده بيكون فولدر تقدر تعمل له كستمايز براحتك،
وتقدر تغير فيه، بس ده جاي لي بالشكل ده. هنا هتلاقي اركيد فيرتيكال شوتر، ودي حاجه مميزه قوي في الجهاز هنتكلم فيها بعد شويه. وهنا هتلاقي فيه بعض المالتي جيمز، وهنا هتلاقي بوكيمون سيكشن او بوكيمون كوليكشن. بعد كده لو رجعت بالL1 تلاقي فيه الريسنت، دي الجيمز اللي انت اخر مره لعبت عليها. ولما تروح الفيفوريت انت تقدر تخصص اي جيم موجوده في الجهاز وتخليها في الفيفوريت وهتظهر عندك في المكان ده. اما بقى لو رحنا للتاب اللي بعد بيست، هنا هتقضي وقتك كله ما بين الايميوليشنز الموجوده. هنا في ايميوليشنز كتير قوي، من اشهر الريترو ايميوليشنز تلاقي عندك اتاري واركيد وجيم بوي وجيم بوي ادفانس، وكمان هتلاقي النينتندو 64، وكمان هتلاقي النينتندو NDS اللي هو الدول سكرين اللي هو من اكتر الكونسولز اللي اتباعت في تاريخ شركه نينتندو. وكمان هتلاقي البلاي ستيشن 1، ودي حاجه ممتازه جدا ان الجهاز زي كده يشغل بلاي ستيشن 1 والجيمز بتاعه الPSP كمان، وحتى دريم كاست اللي يعتبر من اتقل الجرافيكس في الاجهزه دي كلها. والموضوع طبعا اوبن سورس، انت تقدر تكستمايز وتعمل اديت على كل المنصات دي، وتقدر كمان تغير ما بينهم زي ما انت عايز. كمان الشكل نفسه بتاع تقسيم الايميوليشنز بالستايل ده مميز جدا، ومش هتوه خالص ما بينهم مع انهم كتير جدا. لو رحت هنا في الابلكيشن هنا هتلاقي الاف ان سيتنجز، وهنا اليو اس بي ستورج نفسها، بس الاهم هنا المنصه نفسها بتاعه ريترو ارك. ريترو ارك طبعا غني عن التعريف، برنامج مشهور جدا بتقدر ان انت تكستمايز فيه كل الجيمز، وتقدر تغير من الفيديو او تغير من الريزولوشن بتاع الجيمز نفسها الموجوده، وكمان تشوف كل الرمز الموجوده عندك بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين كده الجهاز سريع جدا، وتقدر ان انت تعمل نافيجيت عليه بشكل سهل قوي، وتقدر تعمل كويت بالشكل ده. وكمان الجهاز بينقلك بشكل سريع جدا ما بين المنيوز نفسها. وهنا كمان هتلاقي يوزر جايد، لو انت دخلت عليها هينقلك لازاي ان انت تستخدم الجهاز، وكمان الاختصارات بتاعته، وازاي ان انت تعمل سويتش ما بينهم، وازاي ان انت تعمل ابديت للفريم وير وكل الحاجات دي. اما بقى السيتنجز هنا اللي تقدر تظبط فيها السيتنجز نفسها بتاعه الجهاز. هنا الديسبلاي اللي هتقدر تزود فيها البرايتنس بتاع الجهاز، والبرايتنس بيوصل لاقل حاجه فعلا. تقدر كمان ان انت تعليه، والاضاءه انا بشوفها ممتازه جدا، ودرجاتها لو انت في مكان برايت هتلاقيها كويسه، وحتى لو انت في مكان ضلمه هتقدر ان انت تقلل الاضاءه وهتكون فعلا قليله قوي. هنا تقدر تطفي الRGB لايتس او تشغلها، وهنا كمان اللايتس نفسها بتاع الRGB لايتس تقدر تتحكم في قوه الاضاءه بتاعتها. وهنا لوك سكرين تايم اللي تقدر تتحكم فيه امتى الجهاز يطفى عشان يقدر ان هو يسيف الباور، او ان هو يقلل من استخدام البطاريه لو انت مش بتستخدم الجهاز. من الفوليوم تقدر تغير الفوليوم نفسه بتاع الجهاز، وهنا تقدر تغير من مستويات الفايبريشن نفسه، والفايبريشن بتاعه كويس ديسنت، مش قوي ولكن ديسنت. وهنا الواي فاي تقدر ان انت توصل الجهاز على الواي فاي. وهنا الجهاز ده تقدر تعمل له هوت سبوت عشان تقدر توصل عليه اكتر من جهاز في نفس الوقت. والثيمز هنا اللي بتقدر ان انت تغير من الثيمز بتاعتها، ومجرد ما انت بتختار الثيم نفسه زي ما شفتوا كده بيتغير. والسيستم نفسه لو دخلت عليه تقدر تطفي الجهاز خالص من هنا، وتقدر كمان تغير اللانجوج بتاعته، ولكن مش موجود فيه اللغه العربيه للاسف. وتقدر تعمل كاليبريت للجويستيكس نفسها. وهنا الديفايس انفورميشن اللي بيوريك الميموري قد ايه، والاس دي كارد والسي بي يو، وحتى الفيرجن بتاع لينكس الموجوده ايه، والسيريال نمبر، وحاجات تانية كتير عن الجهاز نفسه. زي ما شفتوا كده الجهاز سيمبل جدا في الاوبريتنج سيستم بتاعه، وتقدر توصل لكل حاجه بسرعه جدا. لو انت في المنيو دي ودوست على المنيو بوتن، وهنا السيرش مهم جدا لو انت عايز تبحث عن جيمز بالاسم، وفعلا السيرش هنا ممتاز جدا، بس بتدوس على اول حرف مثلا W وبيجيب لك كل الجيمز اللي فيها نفس الحرف ده. اما الستارت هنا لو دوست عليه وانت في القائمه دي هيغير لك اللاي اوت بتاعه الجهاز نفسه من الشكل ده للشكل ده. لما انت تدخل على اي جهاز بتلاقيه عارض لك الجيمز نفسها ومعمول لها اوريدي سكرابنج. السكرابنج طبعا احنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، وقلنا ان هو اللي بينزل الصور نفسها الاصليه بتاعه الجيم عشان تعرف ايه الجيمز دي. ومعظم الجيم يمكن 90% من الجيمز الموجوده موجود لها الصور بتاعتها عشان تقدر تشوف سواء اللوجو بتاع الجيم او سكرين شوت من الجيم نفسها. ودي حاجه مميزه جدا عشان تقدر تتعرف على كل جيم. نيجي بقى للجيم تيست، وده الشيء اللي مبهر جدا في الجهاز ده. اول حاجه عايز اوريها لك هي حاجه جديده انا ما شفتهاش في اجهزه قبل كده، انك انت تقدر تلعب فيرتيكال. القائمه بتاعه الاركيد فيرتيكال شوتر دي لما تختارها وتختار جيم معينه، الجيم نفسها هتشتغل بشكل فيرتيكال او بشكل عمودي، فانت هتقدر ان انت تستخدم الجهاز بالشكل ده كانك ماسك الموبايل بتاعك. والجهاز ما بيحتاجش اي كونفيجريشن منك، كل اللي انت محتاجه ان انت تشغل الجيم نفسها
وهتلاقيها اشتغلت بالشكل ده على حسب طبعا ما انت عايز. ولما بتيجي تخرج من الجيم بتدوس بس المنيو وبتعمل اكزيت جيم. وفي تقريبا من النوع ده فقط 200 ريترو جيم على الجهاز ده. لو جيت تدخل على مثلا الجيم بوي كولر هيظهر عندك هنا عدد الجيمز الموجوده، وكمان تقدر تنافيجيت او تنتقل ما بين القوائم بشكل اسرع عن طريق الار 1 والال 1، ودي انا بشوفها اسرع طبعا. وفي نفس الوقت زي ما قلت تقدر تستخدم المنيو وتعمل سيرش او تعمل اد للجيم وتخليها في الفيفوريت، وبعد كده لما تروح للفيفوريت هتلاقيها موجوده عندك، عشان كمان الموضوع ده يسهل معاك النافيجيشن وتقدر توصل للجيم بتاعتك بسرعه. وهنا الجيمز مرتبه الفابيتك، يعني بالحروف الابجديه هتقدر ان انت تنافيجيت ما بينهم، وده كمان بيسهل ان انت تلاقي الجيم نفسها بالحرف بتاعها. يمكن من اشهر الايميوليشنز الموجوده هو البي اس بي، والبي اس بي هنا بيشتغل بشكل ممتاز جدا. ولكن لما انت تيجي تشغل الجيمز بتاعت البي اس بي لازم تخلي الاف ان الناحيه اليمين دي، ولكن لو انت بتلعب الجيمز اللي هي فيها ريترو او الجيمز البسيطه زي الجيم بوي والجيم بوي ادفانس هتقدر ان انت تخليه على اليسار عشان تاخد بطاريه اكتر كمان. والجهاز نفسه في الجيمز اللي زي كده هتلاقي الشاشه كامله، لان الريزولوشن بتاع الجيمز دي اكبر من الريزولوشن بتاع الريترو جيمز التانية. وكمان انت تقدر تتحكم في كل ده عن طريق الريترو ابلكيشن، بس هنا الجيم دي شغاله على اعلى ريزولوشن اللي هو 720 بي، وتقدر كمان تخليها 2x او 4x وهتشتغل معاك كويس كمان. من الاجهزه او الايميوليترز المميزه جدا هو الجيم بوي ادفانس، والجيم بوي ادفانس كمان هتستمتع جدا بان انت تلعب الالعاب بتاعته على جهاز زي كده. الشاشه جايه بشكل مميز جدا، وكمان جايبين لك كده اللي اوت بتاعه الجيم بوي ادفانس نفسه موجوده في الشاشه نفسها. كمان برضو من الاجهزه المميزه هو النينتندو دي اس، والجهاز هنا بيشغله بشكل ممتاز جدا. يمكن احنا عارفين ان الان دي اس هو عباره عن 2 سكرينز، وكمان بيشتغل بالتاتش وفي دول سكرين، ولكن هنا اللي اوت بتاعت الجهاز نفسه بتقدر ان انت تغيرها. انا هنا لقيت ان اللي اوت دي اللي انت تقدر تغير بال 2 من شاشه لشاشه دي احسن طريقه. وكمان يمكن من اشهر الاجهزه اللي حققت كمان نجاح كبير جدا هو السيجا جينيسيس. والسيجا جينيسيس هنا طبعا بيشتغل بشكل كويس جدا، واللي اوت بتاعته ممتازه كمان في الجهاز ده، وطبعا بيشتغل بالفول ريزولوشن بتاعه. وكمان البلاي ستيشن 1 بيشتغل هنا بشكل ممتاز جدا. اما بقى في الدريم كاست الجيمز فيه هتلاقيها صعب جدا ان هي تشتغل بشكل كويس في اجهزه تانية كتير، ولكن هنا زي ما انتم شايفين الجيم بتشتغل بشكل كويس جدا، بالاخص ديد اور الايف دي اللي بتحتاج اداء اكبر بكتير. بقى لو دخلنا كمان في الكونسولز اللي ممكن تلاقي ان هي كبيره والجرافيكس بتاعتها اعلى بكتير زي البي اس بي، وهنا في جاد اوف وور تشين اوف اولمبس من جيمز اللي صعبه جدا اللي هي تعمل لها ايميوليت وبتحتاج باور عالي. اما دلوقتي خلينا نتكلم عن المايكرو اس دي كارد والاستورج اللي هي حاجه مهمه قوي. طبعا الجهاز ده بيجي بثلاث نسخ، نسخه ال 64 جيجا ونسخه ال 128 ونسخه ال 256، ولكن دي مش بتكون انترنال ستورج او ذاكره داخليه، انما هو بيجي باس دي كارد. الاس دي كارد ده بيجي معاه وتقدر ان انت تشيله من الجهاز نفسه، وبعد كده تستخدم يو اس بي زي دي كده وتركب الاس دي كارد فيها، وبعد كده تستخدم اي لابتوب او اي بي سي عندك عشان تقدر توصلها بيه. انا في الحاله دي هستخدم الار او جي ال اي
هنروح اركبه على الاكستنشن دي ونشوف الفايلز مترتبه ازاي في الجهاز نفسه. اول ما تدخل على الاس دي كارد هتلاقي مترتب لك بالشكل ده الكونفيجريشن والابس والايميوليتورز وكمان الرومز والريترو ارك اللي هو البرنامج نفسه، وحتى الثيمز موجوده. اللي يهمك هنا هي الايميوليشنز اللي هي هتلاقي فيها كل الايميوليتورز الموجوده في الجهاز نفسه، وكمان الرومز هنا اللي هتلاقيها برضو مترتبه نفس الجهاز، ولكن لما انت تدخل على واحده منهم، خلينا نقول مثلا ان احنا ندخل على البلاي ستيشن، هتلاقي هنا الجيمز نفسها اللي تقدر انت بنفسك تغير منها او تشيل الجيمز اللي انت مش عايزها وتنزل الجيمز تانية مش موجوده على الجهاز. والطريقه طبعا سهله جدا وواضحه جدا زي ما انت شايفين. فالميموري كارد بيجي بنفس الكونفيجريشن دي وتقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. اما بقى دلوقتي خلينا نتكلم عن سعر الجهاز. سعر الجهاز ده طبعا بيختلف على الاستورج اللي انت هتاخدها. الجهاز بيبتدي سعره بدون اي استورج ب $80، والنسخه ال 64 جيجا بتيجي ب $90، ونسخه ال 128 بتيجي ب $100، ونسخه ال 256 اللي بيكون فيها كل الجيمز اللي انتوا شايفينها دي بتيجي ب $120. يمكن انت دلوقتي بعد ما عرفت الامكانيات بتاعه الجهاز وعرفت هو يقدر يشغل ايه وما يشغلش ايه، فبالتالي تقدر تقرر هل هو يناسبك ولا لا. ولكن انا شخصيا حابب الجهاز جدا، وكمان عاجبني الفورم فاكتور الممتازه جدا. بالنسبه للعيوب اللي انا لقيتها في الجهاز ده، ان اول حاجه الستيكس نفسها الرينج بتاعها مش كبير، وكمان حجمها صغير، فانت ممكن تلاقي صعوبه في التحكم فيها. كمان التريجرز الرينج بتاعها قليل قوي والكليك بتاعها بسيط خالص، ولكن الار والال ممتازه جدا والكليك بتاعها كويس. غير كده مفيش اي عيوب تانية من وجهة نظري. والجهاز طبعا هسيب لكم كل تفاصيله في الديسكريبشن، وازاي تقدر تشتريه ومنين، وهسيب لكم اللينك من ميتش دي، وانا بشكرها ان هي بعتت لي الجهاز ده. خلونا اعرف كده في الكومنتس ايه رايكم في الجهاز، وهل انت شايف ان جهاز تقدر تاخده في جيبك في اي مكان وتقدر تلعب عليه كل الجيمز دي حاجه مناسبه للسعر ده ولا لا؟ ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.